طيب ساعات بناخد قرار ونلاقي جوانا أصوات عكس بعض، يعني صوت بيقول لك لا اعملي كذا وصوت بيقول لك العكس. قولوا لي كده بتعملوا ايه في الحالة دي؟ شاركوني كده لما تكوني هتاخدي قرار في حاجة وتلاقي صوت بيقول لك كذا وصوت بيقول لك كذا، بحكم عقلي، استشير حد الثقة. ايه كمان؟ يعني جوايا اصوات بهدى. مم. يعني جوايا اصوات عكس بعض، صوت يقول لي اعملي كذا وصوت يقول لي كذا. بهدى واعيد سؤالي تاني. جميل. اصلي استخارة وامشي ورا قلبي. جميل. اعيط والجأ لربنا وافوض الامر لله. جميل. ساعات برضو بحب اكتب يا كوتش، بحب اكتب ايه الاسئله اللي بتيجي في بالي، واكتب القرار نفسه، واقعد يعني اتكلم مع نفسي كده، محاوره. مم. جميل جميل. طيب هي الاصوات اللي متضاربة دي بتعمل زي دوشة جوه دماغي وبتخليني مش شايفة الموضوع صح أو مش شايفة الصورة بوضوح. للحظة بتخض. جميل. بتخض وارتبك. طيب ما هو ليه؟ عشان أنا مش متوقعة. لو أنا متوقعة إن هلاقي الأصوات دي هعرف أتعامل معاها بالشكل الصح. بعدها بحاول أرجع جوه نفسي. جميل يا هناء. وساعات بحس ان انا اتمليت مشاعر مره واحده بسبب الاسئله دي، فبحب افرغها كلها علشان اعرف اختار صح. جميل. هو انا لو عندي ان انا اكتب دي يعني اداه مهمه جدا. الجورنالينج ده مهم جدا وبيفرق كتير في ترتيب الافكار وترتيب دوشه الدماغ. الدكتوره علا شكلها سابتنا، مش عارفه راحت فين. يا دكتوره علا ممكن نحرك البرزنتيشن عشان الصوره دي مش هي اللي احنا بنشرح فيها. طيب الاصوات اللي عكس بعض دي تاني هقول محتاجه تتسمع وتتفهم. محتاجه اوفق بينهم، مش اسمع صوت وارمي صوت تاني، لا. ليه؟ لان احنا جوانا بطبيعتنا جوانا اجزاء مختلفه. في جزء مننا متفائل، جزء مننا متشائم، جزء مننا عصبي، جزء هادي. الاجزاء المختلفه دي هي تركيبتنا، هي تركيبه النفس البشريه. اوقات تلاقي نفسك الجزء المتفائل هو اللي شغال، اوقات تلاقي نفسك الجزء المحبط هو اللي واخد الشفت، هو اللي ماسك الشفت. فانا محتاجه اسمع ده بيقول ايه واسمع ده بيقول ايه، واحاول اوفق بينهم، اوصل لنقطه وسط. زي لو تفتكروا الصورة بتاعت اللي شايفها 6 واللي شايفها 9، لو فضلوا طول الوقت كده كل واحد واقف مكانه وشايف الحاجة برؤيته مش هيوصلوا لاتفاق. لكن حد محتاج يتحرك ويلف كده يشوف التاني شايفها ازاي. عشان كده الأصوات المتعارضة دي مش عيب فيا ولا عيب في طريقة تفكيري، لا دي طبيعتي أنا. طبيعتنا جوانا أجزاء مختلفة. طبيعتنا جوانا بيبقى فيه صوت منطق وصوت عقل وصوت لا صوت مشاعر. فلما اوفق بين الاصوات دي هلاقي نفسي وصلت للقرار اللي انا مرتاحه له، مش القرار اللي هو يتقال عليه صح ولا القرار اللي يعجب حد وما يعجبنيش. عشان كده التعامل مع الاصوات اللي عكس بعض ده بيفرق جدا وبيخليني اشوف فعلا الصوره بوضوح. طيب نكمل بعد كده. هبه حنان بتقول نفضل الاشتباكات الداخليه اولا. ده حقيقي.